الرؤية والاستضافة مش نفس الحاجة. بعد الطلاق أكتر مشكلة بتحصل بسبب الأطفال، وناس كتيرة ما تعرفش إن الرؤية والاستضافة مش نفس الحاجة أصلا. الرؤية يعني الأب أو الطرف اللي ليه الحق إنه يشوف الطفل يشوفه في وقت محدد. أما الاستضافة فده إن الطفل يقعد مع الطرف التاني لفترة معينة حسب الحال. المشكلة الكبيرة إن في بعض الناس بتستخدم الأطفال في الخلافات، وفي ناس بتمنع الرؤية أو ترفض الاستضافة من غير ما تعرف خطورة الموضوع. وأخطر غلطة إن أي طرف يفتكر إن الطفل ورقة ضغط. يعني من الآخر لو انتوا مش قد الجواز ومش قد ان انتوا تجيبوا أطفال تعرفوا تربوها كويس ما تتجوزوش أحسن، ويا ريت ما تطلعوش كلاكعكوا على أولادكم. وخلي بالك كويس، كل حالة ليها ظروف مختلفة، ومش أي كلام من الناس يبقى قانوني. وبالله عليك ما تديش ودك للناس، لو اديت ودك للناس هتضيع، لأن أي تصرف غلط ممكن يعمل مشاكل كبيرة. ولأن أكتر شخص بيتأذى في الخلافات دي هو الطفل نفسه، فحرام عليكوا ولادكم. بس قولي في كومنت في رأيك ايه أكتر حاجة الطفل بيحتاجها بعد الطلاق. ولو استفدت من الفيديو اعمل لايك واعرف حقك قبل ما يضيع، وتابعني عشان متغلطش الغلطة دي.